صباح النور بنات، صباح النور صحاباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. لا فيديو تاع اليوم تلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اول حاجه نبداو لا فيديو تاعنا كما العاده بصلاه وبالسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم يا الزينات تاعي الغاليات، راكم كامل منورين القناه تاعنا دار داركم. لهنا غاليات جبت لكم شوكولا دبي اللي راهي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. حضرتها لكم بالطريقه تاعي ودرت فيها لمستي الخاصه، وحضرتها بشوكولاته المرجان. ما عندي ما نقول لكم يا اختي فيف منتوج بلادي، جات بالشوكولا المرجان، جات بزاف بنينه. شوفوا اللي ما جربتهاش بالطريقه هذه راهي بزاف طراطي، يعني كيما شفتوا شوكولا المرجان القوت تاعها ربعه، كي زدت درت هكذا في شوكولا دبي جات بزاف بنينه. ما عندي ما نقول لكم جربوها بالطريقه هذه. لهنا غاليات كيما راكم تشوفوا جبت لهنا عندي شوكولا. بالنسبه للشوكولاته عندي شوكولا اولي، عندي هذه غونوازيت، وعندي شوكولا نواغ. هذوما ثاني لا مارك الوجدان. هكذا دائما كي نكون دايره حلويات باش نعدل نسبه الحلاوه ندير شوكولا اولي ونزيد لها شوكولا نواغ، هكذا باش الحلوه تاعي ما تجينيش حلوه بزاف. عدلت لها في نسبه الحلاوه تاعها باش ما تجيناش تقهم ثاني في ماكلتها. واش نديروا البنات؟ نجيبوا البول اللي نحطوا فيه الشوكولاته تاعنا، يعني تقدري ديري نص بنص، نص كميه شوكولا اولي والكميه الاخرى شوكولا نواغ. ولا تقدري حتى ديري شوكولاته الشوكولا نواغ ديري نسبه كبيره وديري ربع الكميه شوكولا اولي. دونك الحلاوه تحكمي فيها نتيا. انا علاش حبيت نديرها كما قلت لكم صحاباتي، هي سعر تاعها مرتفع بزاف في الاسواق. دونك قلت انا يا اللهم اني نخدمها. ما حبيتش ندير هكذا طبليطه كبيره ولا وحده كبيره، درتها هكذا فرديه يعني صغيره. تقدروا ديروها ليناير راه قريب، تقدري تصنعيها ثاني نتيا في الدار وديريها لهم في يناير، راح تجي عفسه بزاف هايله. لهنا عندي جبت الكسرونه تاعي درت فيها الماء، حطيت البول تاعي بشرط انه الماء ما يلمسناش البول تاعنا، هكذا باش تذوبنا شوكولاته مليح. لهنا عندي جبت القطايف، هذو مقطايف الشعر الرقيق كامل، هذوك راح نخدم بيهم الكنافه تاعي اللي راح نحشي بيها شوكولاته. جبت لهنا في مقله درت شويه زيت هكذا، عفوا درت شويه زبده، نذوبوهم بعد نديروا كميه تاع القطايف على حسب واش رايحين نخدموا، لان تبقى على حسب الكميه اللي راح تخدمي فيها. من جهه خلاف كانت الشوكولاته تذوب لي كيما راكم تشوفوا، درت نص بنص كيما شفتوا غاليات. لهنا جبت لي مول تاعي اللي راح نخدم فيهم شوكولاته تاعي. قلت لكم ما حبيتش ندير واحده كبيره كي يحبوا ياكلوا، نمد لهم غير هكذا واحده صغيره بزاف عليهم. وشفتوا راهي في الاسواق بزاف غاليه، راهي واحده صغيره تباع 12000 وصافا الكوت تاعها مليح. ماشي كيما هكذا تصنعيها نتيا في الدار وديريها معمره بالمكسرات وبالكنافه، يعني تجي بزاف هايله وما تكون اقتصاديه، ما تكونش كيما تاع برا بزاف غاليه، راهي توصل حتى 250 350، يعني راه السعر تاعها مرتفع. لهنا جبت ناكري دوري ندير غير هكذا هكذا خطوط هكذا في المول تاعي، هكذا باش يجوني خطوط موزعين كما راكم تشوفوا بنات، هكذا باش يمدونا هذيك اللمسه الخاصه واللمسه الشابه في الشوكولاته تاعنا. لهنا بعد ما ذابت لي شوكولا زدت لها قريب ملعقه كبيره من الزيت، هكذا باش تبقى لي تجيني سهله في الخدمه تاعها، توزع لي مليح وما تمد لي لا بغيونس في الشوكولاته تاعي وتجيني هايله. لهنا كما راكم تشوفوا بنات نوزعها كامل هكذا بالملعقه ونمشيها تري بيان هكذا باش كي نحط الحشو تاعي راح يجيني ما يخرجليش من الاطراف، يجيني كامل الشوكولاته في المول كامل ساير داير على المول تاعي وما يخرجليش الحشو منه. ولا هنا القوالب اللي ديروا فيهم على حسب ما تحبوا نتوما، تحبوا حتى ديروهم هكذا ديكور ولا في هذوك حتى هذوك تاع الكونجيلاتور تقدري ديري فيهم، اذا ما عندكش عادي تقدري ديري فيهم وتجيك هايله. لهنا نخبطوا هكذا المول تاعنا تري بيان على بلان دو طرافاي باش نمشيو شوكولا مليح. ولا ثاني تقدروا هكذا بالملعقه وتوزعوا غير بشويه او توزعوا كامل الخليط تاعكم تاع الشوكولاته ونحطوها في الكونجيلاتور هكذا باش تجمد لنا. كي نديروا الحشو تاعنا راح الشوكولا هذيك تكون جامده، يعني تساعدنا في الخدمه. كيما راكم تشوفوا بانت هي بالخف تجمد معنا، مش راح تطول على بالكم دخله وخرجه في الكونجيلاتور صايره راهي جمدت لنا. لهنا نخبطوا هكذا زوج خبطات ملاح
ونحطوا لي مول تاعنا هذوما في الكونجيلاتور. من جهه اخرى بالنسبه للقطايف تاعي بعد ما حمصتهم تخي بيان كيما راكم تشوفوا ما تحرقوهمش، جبت لهنا شوكولاته اختيني المرجان ونوازيت، هذه بزاف بنينه هايله. وعندي لهنا ثاني توفيا جو بيستاش راح ثاني نخدم بها، جات ثاني بزاف مليحه. واذا كانوا عندكم مكسرات جوز لوز بيستاش نوات كاجو واش يكون عندك كامل ديري راح تجيك هايله شوكولاته تاعك. لهنا عندي درت شوكولاته المرجان هكذا في اناء واحد، ومن هيكا راح نزيد ندير توفيا بيستاش. بالنسبه لهذه انا ما نكذبش عليكم عجبتني هذه اللي محشيه بشوكولاته المرجان، ما كامل اللي ذاقها عجبتهم كامل بهذه بالمرجان، احسن واحسن خير من هذه الطوفيه، يعني مدت لها واحد الذوق هايل. جربوها خاصه راه دوكا المناسبات راه يناير قريب، تقدروا ديروها لولادكم في الحفله تاع يناير يدوها معاهم، تقدروا تكون عندك هكذا مناسبة ديريها ثاني تستقبلي بها ضيافك في الخطوبة، ثاني تقدري غنتية تصنعيها وديري لها هذاك بابي من الفوق تاع فيريرو روشي، ولا تغلفي شوكولاته تاعك تجيك بزاف هايله. لهنا جبت القوالب تاعي بعد ما كانت جمدت لي كامل شوكولاته، نعمرو كامل هكذا القطايف نديرو كميه مليحه باش كي ناكلو ما نحسوش روحنا ناكلو في الشوكولا. يعني كيما شفتوا الشوكولا درت طبقه رقيقه ودرت بزاف القطايف هكذا باش تجيني فيها القرمشه هذيك تجيني كروستيون شوكولا كي ناكلها نحس بالكو تاع القطايف مع شوكولاته اختيني جينا هايله. جربوها غاليات راهي ما تكلفكمش بزاف، نورمال ماشي حاجه كبيره، ماشي كيما كتشريها من برا ب200,000 ولا 300,000 غاليه. من الاحسن هكذا صنعيها وحدك في الدار خير وخير. لهنا نجيبوا الاناء تاع الشوكولاته تاعنا ونزيدو ثاني نديرو طبقه رقيقه، قلت لكم ما تخشنوش الشوكولا. انا كنت شريتها من برا هذيك تاع 12 ذقتها دايرين طبقه رقيقه تاع الكنافه ومدايرين بزاف شوكولا، يعني ما تحسيلهاش بزاف. ديت هكذا فكره قلت كي نديرها انا نسيه راح ندير طبقه رقيقه تاع الشوكولا كيما راكم تشوفوا صراحه جات هايله. كي نديروها طبقه رقيقه تجيكم بزاف بنينه. لهنا راكم تشوفوا وزعتها كامل وندخلوها في الثلاجه تاعنا راح تجمد معانا ما تطولش. ثاني شفتوا الشوكولا بالخف تجمد معانا. واستمتعوا لي بالبنه. وهاي لكم النتيجة النهائية، واش نقول لكم جات بزاف بنينة وتجي هايلة، اللي ذاقها كامل عجباتو جات رائعة، تجي بزاف بنينة. جربوها مناسباتكم وافراحكم، تقدروا قلت لكم ديروها في قوالب متعددة يعني ديكور ديروها انتوما الشكل انتوما تتحكموا فيه. اللي لحقت لهنا قولها ما تنسايش غاليات الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش يلحقك كل جديد. وانتوما غاليات ما تنساونيش خلوا لي رايكم في الوصفه تاع اليوم، على بالي تعجبكم. شوفوا لي الحشو من الداخل كيفاش جانا، يجي رائع يجي هايل. جربوه على بالي راح تنال اعجابكم. وهكذا غالياتي يكونوا لحقنا نهايه الفيديو، نقول لكم احتفظوا بالوصفه هذه وجربوها، على بالي راح تنال اعجابكم خاصه وليداتكم. ديروها لهم وفرحوهم هكذا بها، خير ما تروحوا تشروها من برا غاليه. ديروها غير نتوما في الدار وفرحوا بها افراد العائله تاعكم. ونقول لكم ما تنساونيش بالقلوب يا غالياتي، ما تنساونيش بلي فلور في التعليقات، على بالكم لي كومنتار هذو راح يحفزونا ويزيدونا في الطاقه الايجابيه. وما عليا غير نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله غاليات، راح نتلاقاو في فيديو جديد. خلوا لي اللمسه تاعكم الفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون رائع. وهكذا وصلنا للنهايه، تهلاو في روحكم بنات، مع السلامه.